ايوه كده مسجل. بسم الله الرحمن الرحيم. بحييكم وبرحب بكم في اول تجاربي للتدوين المرئي للفيديو او الفلوجر. النهارده زيكم زي ما سمعتم في الفيسبوك او قريتم في الفيسبوك او سمعتم في القنوات اللي تعرفوا فيها ان الرئيس المخلوع حسني مبارك تم اخلاء سبيله في قضيه الكسب غير مشروع، وقبلها تم اخلاء سبيله من اكثر من قضيه. زائد ان غالبيه معظم قضايا قتل المتظاهرين تم تبرئه المتهمين فيها من سواء من الوزراء او الضباط او غيره. طبعا الاخوانجيه واتباعهم بيقول لك ده القضاء الشامخ اللي هيخلص الثوره، ولاد الكلب اللي هيخلص الثوره قضاة مبارك. انا عايز اقول لهم حاجه. اولا هذا كلام لا اصل ولا معنى له خالص. ليه؟ القاضي لما بيجي يحكم ما بيحكمش من دماغه، بيحكم وفق قانون ووفق ادله واوراق. ولو نفتكر الناس اللي ليها ذاكره قويه تفتكروا انه بعد 25 بعد 11 فبراير في كتير من انصار او اعضاء النظام السابق قبل ما يتركوا اماكنهم ويسلموها للمجلس العسكري قاموا حرقوا الملفات والادله والمستندات، وكان ابرزها اللي اتعمل في مقرات امن الدوله وفي رئاسه الجمهوريه لما زكريا عزمي قام باحراق بعض الاوراق. ده حاجه. ثانيا القوانين نفسها اللي بيتم الحكم وفقا ليها قوانين اصلا تم تفصيلها في العهد السابق، تم صياغتها في العهد السابق عن ايد تغذية القوانين اللي كانوا موالين لمبارك، سواء كانوا في نواب برلمان او زي كمال الشاذلي، زي مفيد شهاب، زي القوانين دي معمولة ومتصاغة بحيث يفلت هؤلاء من العقاب. كان ايه المفروض يحصل من ايام الثورة؟ ان يتم عمل ما يسمى بالعدالة الانتقالية. ايه هي العدالة الانتقالية؟ عشان بس ثانية بس هجيب لكم الورقة تعرفها. العدالة الانتقالية زي ما بيتقال تعرفها هي نوع خاص من العدالة تظهر الحاجة إليه إبان التحول من حكم النظم الاستبدادية إلى الحكم الديمقراطي، حيث أنها تنشغل بمحاسبة النظام الاستبدادي على جرائمه لا بتعويض المجني عليهم أو محاسبة الجناه فحسب، يعني وإنما بما هو أعمق من ذلك من إزالة الأسباب المؤسسة والهيكلية التي أدت لوجود الجرائم طيا لصفحة التاريخ وإذا صفحة جديدة. يعني إيه الكلام ده؟ العدالة الانتقالية بتكتسب الأسباب اللي أدت لقيام الثورة من جذورها. القوانين، البنية، الهياكل المؤسسية اللي كانت بتشرف على الاستبداد أو بتغذيه أو بتقويه. كان المفروض البرلمان الموقر كان المنوط بالمهمة دي. انتخب المصريين طبعا الاخوان واشياعهم ضحكوا علينا وقالوا لنا ولما حصلت احداث محمد محمود طبعا ما عجبهمش، وكانوا ساعتها همهم كانوا واسعين على البرلمان، قالوا لنا ده افساد العرس الديمقراطي وكلام يعني لا مجال لذكره الان. المهم الناس راحت انتخبت البرلمان وجت اغلبيه اسلاميه، حرية وعدالة، حزب النور، الأصالة، البناء والتنمية، الوسط، ومشي الحال. جم الإخوان يقولوا للثورجية يا الميدان يا البرلمان. وفاكرين طبعا البوست اللي اتقال، اللي طلع قال لك عزيز المعتصم في الميدان دورك انتهى، ولو فضلت معتصم أكتر من كده هبعت لك البوليس يلمك. المهم الناس ابتدت تعول على البرلمان فعمل اللي يعني في تحقيق ما يسمى بالعدالة الانتقالية. شهر ورا شهر ورا شهر من يناير
من 23 يناير الأول ميعاد أو 23 يناير 2012 أول جلسة لمجلس الشعب اتعملت، ومن ساعتها لغاية الحكم المحكمة الدستورية في يونيو 2012 بحل مجلس الشعب ما فيش بني آدم وما فيش قانون واحد يكافح عن عدم الفرد. يعني إصلاح هيئة الشرطة، استقلال السلطة القضائية، محاولة تعويضات برامج تعويضية للشهداء، يعني تقييد سلطات رئيس الجمهورية، ولا حاجة من دي حصلت، ولا في محاكمات، وكانت المحاكمات هزلية. ما اهتمش البرلمان بعمل كده، بالعكس اهتموا بقضايا تافهه، اللي قال لك الانجليزيه حرام، واللي قال لك العيال اللي بتاخد ترامادول والعيال بتاعها. ومرت الايام وما حدش. جم تفاجأنا وخلال الايام دي بمفاجأة بمهرجان البراءة للجميع، وغالبا شبه 3/4 القضايا اللي تم إحالة رموز النظام السابق على أساسها طلعت فركش، طلعت في شنك. قام السيد الرئيس المبكر اللا مبكر، هو معلش أنا دي غلطة مني، السيد الدكتور مرسي عيسى العياط، الرئيس اللي جاي صدفة، قام قال لك أنا هعمل إعلان دستوري وهعين نائب عام بدل النائب العام اللي ضيع القضية، وعين النائب العام، والإخوان هللوا له وطبلوا له، وتم استغلالها في عمل إعلان دستوري استبدادي بأن قرارات رئيس الجمهورية لا يجوز نقضها، تعليق عليها أمام القضاء، ولا يجوز إحالة القضاء، لا يجوز قضاء يتكلم عليها. والناس صارت واعترضت واحداث واعتصام الاتحادية لغاية ما اتلغى الإعلان. النائب العام اللي تم تعيينه وفق الإعلان الدستوري، واللي برروا لنا انه جاي عشان ينصف حق الشهداء، ماذا فعل؟ اولا قالوا لنا ان النائب العام الجديد لديه ادله، هيكون له ادله جديده ضد رموز النظام السابق، هيتم بناء على اساسها اعاده المحاكمه. وده كان برضك من وعود المرسي باشا اللي وعدنا على اساسها تم عصر الليمون وانتخابه بديلا عن احد رموز النظام السابق اللي هو شفيق. مرت الايام واذ بنا نفاجأ في حكم موقعة الجمل، انه بعد الحكم كان ايام النائب العام اللي هو السابق اللي هو عدنان محمود، انه تم تبرئة معظم المتهمين في موقعة الجمل. النائب العام الجديد كان امامه 60 يوم قانونيا للطعن على الحكم وابداء الاسباب الجديده. مرت 60 يوم مروا ولا قدم دليل ولا حاجه، وفضلت الليله تعدي. بدل ما الاخوان يحلوا المشكله ويعترفوا ان هم كذبوا على الشعب، لا، خدوها مبرر لهدم المؤسسة القضائية كلها. بدل ما يعترفوا ان العيب والداء بيكمن من اللي عملوه في البرلمان. مين اللي بيحط البرلمان يا جماعة؟ مين اللي بيحط القوانين يا جماعة؟ اللي بيحط القوانين حد اسمه المشرع. المشرع ده هو عضو البرلمان، مجلس عضو البرلمان اللي هو في مسمانا المصري مجلس الشعب او مجلس النواب وفقا للدستور الجديد. بيحط القانون بيتم الموافقه عليه في البرلمان، وعلى اساسه يتم الحكم عليه في القضاء، يتم الحكم بناء عليه قضائيا. اللي الناس بدل ما يعترفوا بالخطا ده ويعتذروا للشعب المصري عن جرمهم وعن تقاعسهم وعن تخاذلهم في ملف العداله الانتقاليه وفي ملف تعويضات الشهداء واعاده المحاكمات، استغلوها لهدم المؤسسه القضائيه والسخريه من القضاء والقضاء الشامخ بتاع مبارك، قضاء مبارك الشامخ، واخر
ده اخر ما طلع لنا بيه جمعه تطهير القضاء. وكم من الجرائم ترتكب باسم هذا المسمى تطهير القضاء. تطهير القضاء اللي كانوا عايزين يعملوه وفقا لمخيلتهم، وانه يطير وفقا لتصريحات محمد مهدي عاكف المرشد السامي للاخوان، انه يتم تفويض 3000 قاضي. 3000 قاضي ويجيب مكانهم قضاة جاي تخرج كل حقوق. الله اعلم بقى اخوان سلفيه مش عارف ايه، الله اعلم. اللي كان عايز، لو كانوا فعلا عايزين اصلاح قانوني او اصلاح للسلطه القضائيه بما يكفل عداله ورد الحقوق والحريات الشعب المصري، كانوا فصلوا التفتيش القضائي عن وزاره العدل. التفتيش القضائي يا ساده هي الجهه اللي بتقيم القضاه، وعلى اساسها بيتم يا اما نقلهم يا اما تاديبهم يا اما رفضهم. التفتيش القضائي في وزاره العدل خطر، لان وزاره العدل بيعينوا رئيس السلطه التنفيذيه اللي جاي من حزب، واللي جاي مش محايد، اكيد منتمي لفكر. لغايه دلوقتي لم يتم هذا الكلام. وكان من المفترض لو كنا ناس محترمه انه يتم نقل التفتيش القضائي من وزاره العدل الى المجلس الاعلى للقضاء اللي مشكل من القضاة نفسهم. ما حصلش الكلام ده. اي نعم في الدستور وفي الدستور الجديد تم النص على ان النائب العام يبقى مدته 4 سنين ويعين بترشيح لمجلس اعلى القضاء من بين 3. وفق الدستور الجديد واقروه انه بيتعين من ضمن 3 بيرشحوا مجلس اعلى القضاء، وبيختاروا مجلس اعلى القضاء، وبيعتمد الترشيح ده رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه مالوش دور في تعيين النائب العام. ومع ذلك مع ان الماده دي موجوده في الدستور اللي ياما الاخوان ضحكوا علينا بيه ان الدستور استقرار والعجب والدستور العجب تدور، ومع ذلك ما تنفذش. بل تم الابقاء على طلعت عبد الله النائب العام اللي ما 3 او تقاعد عن طعن في خلال المده القانونيه ايام وقعه الجامعه. ما حصلش. يقولوا لك احنا عايزين نساوي القضاة بالملف، نساوي القضاة بالناس بمرتباتها. يا باشا هذا كلمة حق يغضب يا بابا. ليه؟ القاضي لما ياخد زيه زي غيره، انت كده كأنك بتقول له دعوة مباشرة للانحراف. لازم القاضي ياخد اكتر. ليه؟ القاضي لازم يكون شبعان واخد حقه ثالث ومثلث عشان يحكم برضا وبقناعة وبهدوء. ما يبقاش تحت الحاجة تحت الحاجة المالية او تحت الحاجة المادية اللي تخليه يخضع لأحد الطرفين. ده ممكن يحصل. لا تفتيش قضائي تم استقلال نقله من وزارة العدل للمجلس القضاء ما حصلش. النائب العام وفقا للدستور الجديد ما حصلش. حجة انه تخفيض راتب القضاة ونقل وتطهير وتفويض القضاء ده اللي هم نفسهم يعملوه. الهدف اللي يعني الاخوان دلوقتي حاولوا يصوروا للناس ان احنا بنطهر القضاء. هم مش هيطهروا القضاء، هم عايزين بدل ما يبقوا هم قضاة مبارك، بدل يعني ننقل التبعية يبقوا من قضاة مبارك يبقوا قضاة مرسي. لكن ياخد تفتكروا من القضاء ان القضاء هم عايزين القضاء مستقل او قضاء عادل او قضاء محايد. مش عايزين الكلام ده ولا تفتكروا. والا ازاي يعملوا مشروعهم التمكين؟ يا جماعه ما يدفعكوش مهرجان اللي بيحصل في المهرجان البراءة للجميع والبراءات المتتالية دي، انكم تصبوا غضبكم على القضاء. القضاء ليس له ذنب. القضاء يحكم بما لديه من الاوراق والقوانين. الاخوان والسلفيين هؤلاء تعمدوا ترك القوانين الاستبدادية بتاعت حسني مبارك واللي قبليه زي ما هي.
لا تم تغييرها ولا تم تعديلها ولا تم التطرق فيها اساسا، ابقوا عليها. فما يجوش يلوموا القضاء ويجوش يلوموا القضاء ويقولوا القضاء الفاسد، ده القضاء الشامخ، ده القضاء الزن، ده القضاء تهاني الجبال، وكأنه وشخصنة الامور في بعض القضاة فاسدين. في قضاة فاسدين، لكن الجسم العام للمؤسسة القضائية ليس فاسدا. والدليل انه لو كان القضاء فاسد ما كانش الاخوان المسلمين ما كانش المحكمة الدستورية العليا حكمت في التسعينيات في عز جبروت حسني مبارك بشرعية الشعار الانتخابي للاخوان المسلمين الاسلام هو الحل، او ببطلان قرار النظام حسني مبارك بتصدير الغاز للكيان الصهيوني، او ببطلان الاتهامات الموجهة من النظام السابق للاخوان بان هم بعمل ميليشيات ارهابيه والكلام هو ايام قضيه تنظيمات ميليشيا الازهر العسكري لو فاكرينه. حسني مبارك احالهم للمحاكم العاديه، المحاكم العاديه براءتهم. فما حسني مبارك ما لقاش وسيله ان هم يرميهم للقضاء العسكري. لو كان القضاء مش محايد، القضاء مش محترم، ما كانش حكم ببطلان اكتر من دايره انتخابيه من ايام 2005 وايام 2010. لو ما كانش القضاء نزيه كان انتصر لحريه الصحافه ولا لحريه التظاهر. لو ما كانش القضاء عادل او شامخ او نزيه ما كانش انحاز لحق الاضراب بعد اضراب عمال سكه حادثه 86. يا ساده، المشكله ليست في القضاء، المشكله في من يريدون تحويل القضاء الى مطيه لركوب على جسد الدوله وتسطيسها وانهاء البنيه القانونيه او البنيه المؤسسيه للدوله المصريه واستبدالها ببنيه مطيعه للافكار المريضه وافكار الخبل بتاعت التمكين، مشروع التمكين، مشروع او اللي بيسموه فتح مصر. الوثيقه اللي لقيوها في شركه سلسبيل بتاعت قرارة الشرطه 92 تم بناء عليها تم احالته للمحاكمات العسكريه 92. اعتقد كده وضحنا لكم القصه. يمكن اعذروني شويه ان انا ممكن اكون يعني محتاج شويه في الكلام، لكن كان لازم اعمل كده لان الاخوان بيستغلوا شويه يعني يستغل ايه؟ يعني بيستغل انك انت شخص بتقدر الناس المتدينين فبيضحك عليك بمظهره ان هو بتاع ده وبتاع ربنا، بتاع كلامه دول الناس بتوع ربنا وهو لا بتاع ربنا ولا حاجه ولا يحزنون وهو زيه زي غيره، بس هو واحمد زي الحاج احمد ومفيش فرق. شكرا لكم، ويسقط حكم المرشد والمجد للشهداء، وموعدنا 30/6 يوم 30 العصر، مرسي بره القصر. السلام عليكم.